شاء الله تكونوا كاملين ملاح. مرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو لنهار اليوم. فيديو اليوم كان تحت طلب إحدى المشتركات اللي كانت سألتني على جل منظف من ماركة نيال. اليوم راح نجاوبك على كامل التساؤلات اللي تخص هذا الماركة. هذا الماركة هي ماركة جزائرية راها متوفرة في السوق الجزائرية. بالنسبة لسعر جل المنظف تلقاه ما بين 25 حتى 30 ألف. أما بالنسبة لتونر الوجه تلقاه 25 ألف. هذا فيما يخص السعر. أما فيما يخص الكمية فيه 260 ملي سواء التونر أو جل المنظف. مكونات الجل المنظف تختلف على مكونات التونر. بالنسبة لمكونات جل المنظف فهو يتكون من حمض الهيلورونيك، وهذه المادة تساعد في عملية تصفية البشرة. كذلك غني بالفيتامين B5، فيتامين A، فيتامين O، فيتامين D وأوميغا 3. أما بالنسبة للتونر هو غني بزيت الأرغان، فيه أيضا حمض الهيلورونيك وكذلك فيتامين B5، فيتامين A وفيتامين D. هذا الجل المنظف سون صابون سون بارابان، يعني ما فيهش هذيك المادة الصابونية اللي راح تحرق في وجهك أو البارابان. مام التونر أيضا ما فيهش البارابان، يعني مش راح يسبب لك احمرار في الوجه أو يسبب لك حبوب. يناسب البشرة الجافة والحساسة. البنات اللي بشرتكم جافة ننصحكم أنكم تستخدموا هذا الجل المنظف. كذلك فيما يخص التونر ماهوش ضروري فقط البنات اللي يستخدموا المكياج. أما إذا كنتي ما تستخدميش المكياج ماهوش ضروري أنك تستخدميه، يكتفي فقط بالجل المنظف. طريقة الاستخدام تقدر تستخدميه الصباح وتقدر تستخدميه في المساء بشكل عادي. كاين أيضا ممكن تساؤل فيما يخص اسكو تقدروا تستخدموا كريمة مرطبة. نعم تقدروا تستخدموا كريمة مرطبة. أهم الخصائص اللي شفتها في هذا الجل المنظف هو أنه يصفي البشرة ويمد أيضا نظرة للبشرة لأنه غني بالفيتامينات. فيه بزاف الفيتامينات، فيه فيتامين B، فيتامين A، فيتامين O، وهذه الفيتامينات كامل تحقن البشرة، خصوصا البشرة اللي تكون حساسة بزاف واللي تكون ناشفة تحتاج دائما الفيتامينات والزيوت اللي تغذيها. نحاول نرجع لكم طريقة الاستخدام. من الأحسن إذا كنتوا تحوسوا تكون بشرتكم صافية تستخدموا الجل المنظف مرتين في اليوم، تستخدموه صباحا وتستخدموه في الفترة الليلية. وكذلك تضيفوا كريمة مرطبة لأنه هو صح يرطب لكم بشرتكم، لكن تحتاجوا كريم مرطب اللي يمدلكم ترطيب أكثر. أنا راح نحط لكم الصورة فيما يخص الكريم المرطب اللي تقدروا تستخدموه مع الجل المنظف. هو نفس ماركة نيال، خاص بالبشرة الحساسة والجافة. هذه فيما يخص طريقة الاستخدام اللي حبيت نزيد نوضحها لكم أكثر. يبقى فقط التونر. إذا كنت تستخدمي المكياج من الأفضل أنك تستخدميه، وإذا كنت يعني ما تستخدميش المكياج بشكل يومي تقدري تستغني عليه. شاركتكم رأيي فيما يخص هذا الجل المنظف وتونر الوجه من نيال. البنات اللي جربوا هذا الجل المنظف خصوصا أصحاب البشرة الدهنية يشاركونا رأيهم في